السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب في الدنيا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده باذن الله هنعمل سمك المكاريل المشوي. مش على الفرن، مش على عين البوتاجاز، ومش في الفرن البوتاجاز، ولكن هنشويه على الفحمة. يعني الريحة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، والطريقة سهلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. ومتشكرة جدا جدا لكل الناس اللي نوروني وانضموا في قناتي. انا بصراحة ما اقدرش اقول لكم انا سعيدة قد ايه، واتمنى اقدم لكم كل شيء جديد وكل شيء مفيد باذن الله. ويلا بينا نشوف طريقة السمك المشوي على الفحم عملناه ازاي. يلا بينا، ان شاء الله الفيديو يعجبكم يا رب. ده كده مقطع تشويقي للسمك قبل ما ابدأ في الفيديو. جبت السمك هنا طبعا وغسلته في الاول كده قبل ما افتحه. حطيته في الحوض وفتحت عليه المية وغسلته كويس، وعصرت عليه ليمون. وبعد كده بدأت بقى ايه، افتحه كده من بالمقص، وايه، واقصقص اي زعانف فيه، واقصقص اي حاجه فيه من بره كده عشان ما تشوكش حد ولا حاجه، ولا تشوكني وانا بنضفه يعني. وبعد كده ابتدي افتحه من البطن كده، وافضي اي حاجه فيه من جوه، وكمان اشيل الخياشيم بتاعته. طبعا انتوا عارفين سمك المكاريل ده بصراحه كل الولاد بيحبوه، وانا بحبه جدا. معظم الشعب المصري بيحبه قوي. بعد ما نضفته كده خالص وضمنته، طلعت كل حاجه فيه والخياشيم شلتها. طبعا التنظيف او الفتحه بتاعته ليها كذا طريقه. كل واحده تحب تعمل الطريقه اللي تعجبها عادي يعني. في ناس بتحب تشيل السلسله من الظهر خالص، وفي ناس بتحب تخليها، وفي ناس بتشيل الراس اصلا. بس انا ايه، قلت اخليها عشان احاول امسك السمكه بس، عشان لما تتشوي على الفحم او في الشوايه ما ايه، السمكه ما تتكسرش او تقطع مني. طبعا انتوا عارفين ان السمك المكاريلي ده بيجي ايه، مثلج مجمد يعني. فعلشان كده ايه، قلت الراس تحفظ شويه، وبعد كده لما نيجي عند الاكل نبقى نشيلها. تمام كده. هنا غسلت السمك وعصرت عليه ليمون، وسبته كده يتصفى في المصفى لحد ما ايه، ما احضر التتبيله بتاعته. سيبه هنا كده على جنب لحد لما يتصفى من الميه بتاعته خالص، وانا ايه احضر التتبيله اللي هعمل بيها ايه، السمك ان شاء الله. تمام. تمام. طبعا انا كان عندي في الوقت ده ايه، كان عندي جزر وبصل وثوم وليمون، وطبعا ملح وكمون. اللي على الجنب دوت ثوم انا دقاه فرماه يعني، مع ايه، مع كمون وكزبره وملح وشطه. تمام كده. ضربت في الكبه الجزر والبصل وشويه الثوم الاولانيين دول، وهضيف عليهم بقى ايه، الثوم اللي هو انا عاملاه بالايه، بالكمون والكزبره والملح وشويه شطه صغيرين، طبعا عشان في اطفال في البيت يعني. تمام. الخلطة دي لو كان عندي فلفل كنت حطيت فيها، لو كان عندي طماطمايه كنت حطيت فيها. فالموجود عندك نشتغل بيه، مش مشكلة خالص. مش موجود فلفل، مش مشكلة خالص. مش موجود طماطم، يعني ما نوقفش الأكلة ولا نوقف يعني أي حاجة بنعملها على شيء مش موجود. لا، نعمل بالموجود عندنا إن شاء الله كده، وهتطلع جميلة بإذن الله. طبعا انتوا عارفين السمك أساسه يعني الثوم والكمون والملح والليمون وشوية الكزبرة الناشفة. فطبعا يعني دول طالما موجودين ان شاء الله، ده الاساس بتاع التتبيلات. اما احنا بقى بنحب نحط بقى جزر، بنحب نحط بقى فلفل، بنحب نحط بصل، بنزود الحاجات دي معانا في الاكل لو موجوده عندنا. الحمد لله ونعمه، لو مش موجوده برضو الحمد لله ونعمه قوي، ونكمل بالحاجه الموجوده عندنا. تمام. زي ما قلت لكم لو كان في فلفل كنت ايه حطيت. هقلب بقى كده الخلطه بتاعتي دي. انا ما عصرتش معاهم الليمون، خدوا بالكم ما حطيتش الليمون في الكبه هنا، عشان ما يخليش السمك بتاعي يمرر ويبقى مش ظريف. فالليمون يا ريت تعصريه عصر بعد ما تضربي الخضار بتاعك في الكبه. تعصري الليمون عصر عشان ايه، ما يديكش مراره او حاجه ايه، مش ظريفه يعني. الطعم بتاعها ايه، مش هيبقى ظريف لو كان اللي ايه، الليمون مر معاكي. والبذر بتاع الليمون كده انا بالواحده هنقيه. لما عصرته نسيت احط ايدي فايه، هشيلهم ايه، بزرايه بزرايه، عشان يبقى طعمه برده ظريف وما يمررش في اي حد يجي بق إيه في بق اي حد يجي ياكل ايه من السمك. تمام كده. خلاص بقى، بعد ما عصرنا 3 4 ليمونات كده محترمين. انا على فكره عندي ليمونه يا جماعه، عشان كده ايه عادي، الليمون مش بقتصد فيه قوي. فانتوا يعني لو ما عندكمش ليمونه واحده كبيره تكفي ان شاء الله، ومعلقتين خلي معاها. تمام كده. عصر الليمون من جوه كده التتبيله، وبعد كده ايه هقلبه كويس. طبعا انا حاطه ملح، ممكن دوق التتبيله لو محتاجه ملح تاني ايه تحط لها. ولو ما عندكيش بقى اطفال تحط شطه. لو كان عندي هريسه شطه والسمك ليا انا بس مش للاطفال، وكنت حطيت ايه كمان ايه،
معلقه حلوه كده هرسه شطه. تمام. هقلب بقى كل المكونات دي على بعضها، التتبيله اللي هي بتاعت السمك دي، وتخليها الثوم يشرب مع البصله مع الجزر كله مع بعضه كده عشان يبقى الطعم جميل ان شاء الله. طبعا السمك المكاريلي بقى ليه كذا طريقه للشوي بتاعه، ليه كذا طريقه للسوا بتاعه، يعني طرق كتيره ما شاء الله. يعني في بيبقى مفتوح وتحط له خضار ويبقى سنجاري، وزي ما انا والطريقه التانية زي ما انا هعمله كده. انا بحب الطريقه دي اللي هي المقفول، وممكن في ناس برضو تحط له رده وتشويه على عين البوتاجاز، وفي ناس بتحط له رده وتحط في الفرن. يعني زي ما قلت لكم في طرق كتيره ما شاء الله للسمك السنجاري. وفي كمان صينيه بتتعمل وتحط عليها تحتيها الخضار والبصل والبطاطس والطماطم. يعني في طرق كتيره ان شاء الله. بصوا بقى كده اهو، فتحت السمك معايا واحط التتبيله بتاعتي دي من جوه، من اول كده السمكيه كلها خالص، من اول الراس كده كله من تحت، عشان ايه؟ يشرب التتبيله بتاعتي. تمام. زي ما قلت لكم في طرق كتيره للسمك المكاريل دوت. وفي على فكره ناس بتحب تقليه زي السردين، بس انا بصراحه بحبه مشوي. بحب طريقه السمك المكاريل مشوي، سواء بقى مشوي بالخضار او مشوي كده. طريقتين حلوين. بعصر كده الليمون عليه وبرش شويه كمون وملح كده، واسيبه بقى في ايه التتبيله بتاعته ديت لحد ما اجهز الباقي. اشوف هعمل ايه. اول حاجه هعمل الرز. طبعا السمك بتاع الرز بتاع السمك المشوي طبعا عارفينه كلنا، رز ابيض. تمام. حطيت هنا رز، مقدار من الرز، وافلفله كده في الزيت. وبعد كده ايه؟ احط له مقدار من الميه على قد كميه الرز بتاعتي يعني. وبعد كده ايه؟ هقف جنبه اسيبه اول ما يغلي، اقوم موطيه عليه النار، واروح ايه؟ اولع بقى النار اللي هنشوي عليها السمك. خلاص كده بقى هغطيه، اقلب الرز واغطيه عشان نروح بعد كده نعمل ايه؟ النار بتاعت السمك. هنا السمك اهو زي ما وريتكم اهو. هنا خلاص تبلته. بعد ما تبلته بقى هتجيبوا الشوايه دي. قبل ما احط السمك على الشوايه خدوا بالكم هعمل ايه. قبل ما احط السمك كده على الشوايه بدهن الشوايه دي زيت. بدهن الشوايه زيت كويس علشان ايه؟ السمك يتحفظ ما يتكسرش معايا. تمام. وابتدي ارص السمك بتاعي كده، وبرده هدهن السمك كده من فوق كده ايه، دهن زيت بسيطه جدا خالص، يعني مش هتأثر في اي حاجه، علشان بس تحفظ السمكية وتحفظ شكلها لما اجي افتح عليها ما تتكسرش او تتفتح او الجلد يطلع معايا. تمام. في ناس بتحط رده مكان لما تيجي تحط السمك هنا على الشوايه تحط رده. انا حبيت اجربه الاول من غير رده على الشوايه. تمام. بس كده هسيبه بقى كده لحد ما ايه؟ ما اروح اجهز النار بتاعته عشان يبقى ايه؟ جاهز. هسيبه هنا كده على جنب كده خالص، واروح اشوف بقى النار. هنا الرز خلاص بتاعي اتشرب كده، هقلبه واغطي عليه واوطي عليه. قبل ما اروح اي مكان هوطي عليه. رحت بقى الحوش او المكان كده المفتوح اللي في البيت، سواء بلكونه سواء سطح. لا احنا هنا ده حوش بنحط فيه البهايم. وايه قلت بقى ايه؟ اولع هنا النار. تمام. بعد ما النار تهدى كده تتاكل شويه خالص، هنا الرز بتاعي خلاص هو ما شاء الله شايفين مفلفل وجميل. شايفين ما شاء الله. خلاص كده هوطي عليه بقى. خلاص هطفي عليه واروح بقى ايه؟ اشوي السمك. اهو شايفين بقى جميل 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 جدا. بسم الله ما شاء الله. والريحه كانت ولا اروع. حاجه كده لذيذه، حاجه كده جميله. سمك مشوي كده وريحه حلوه قوي على فكره. طبعا ما بسيبهوش، بقعد جنبه وكل شويه اقلب على الناحيتين، علشان السمك انتوا عارفين ما شاء الله ما بياخدش ايه وقت. وانا كمان كنت قاعده حرص عشان كان في هنا ايه؟ طيور، فكنت خايفه ايه؟ ياكلوا السمك. اقعد كده واقلبه ايه كل شويه على الناحيه من ناحيه لناحيه، واخلي بالي عشان الشوايه لو سخنت اكون ايه؟ محضره جنبي قماشه ولا حاجه امسك بيها. الريحه جميله يعني بصراحه، لكم ان تتخيلوا بقى. حاجه روعه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ هنا بقى شايفين الجمال. الحمار حاجه طبيعي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تحفه. ولا اتحرق ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله. طالما انا قاعده جنبه ومخليه بالي منه، وكل دقيقتين اقلب كل دقيقتين اقلب زي ما انتم شايفين كده. خلاص السمك بتاعي استوى بقى. بسم الله ما شاء الله تحفه. جميل جميل جدا ما شاء الله. يستاهل بقكم على فكره.
يا رب بقى ما تنسونيش في اللايك، ولو قعدتوا هنا لحد الفيديو ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. وادي منظر السمك معانا تحفه، والتتبيله خطيره خطيره خطيره. رشيت عليه شويه جزر كده كانوا عندي بس ما شاء الله، وقدمته مع الرز الابيض تحفه. وكان عندنا مخلي الخيار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.